السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهرامات الجيزة واحدة من أكتر المنشآت اللي حيرت العلماء والباحثين على مدار قرون طويلة، وخصوصاً الهرم الأكبر. هرم خوفو مكون من حوالي 2 مليون و300 ألف حجر. الحجر الواحد وزنه ممكن يوصل لأكتر من 70 طن، وفي نفس الوقت ارتفاع الهرم حوالي 150 متر. أنا عارف إن أغلبنا مش بيحب لغة الأرقام، بس الأرقام دي بصراحة مرعبة. إزاي الفراعنة قدروا يرفعوا حجارة بالوزن ده للارتفاع الضخم ده؟ المهمة دي صعبة علينا إحنا دلوقتي وبرغم التكنولوجيا والمعدات الحديثة. فإزاي ناس من أكتر من 4000 سنة عملوا الصرح العظيم ده؟ من غير معدات، من غير تكنولوجيا، من غير آلات حديثة. كل اللي كان معاهم أدوات معدنية بسيطة وشوية أخشاب. والأغرب من كده كله إن الحجارة متثبتة فوق بعض من غير أي أسمنت ولا مواد لاصقة. الإجابة قدامنا حلين: يا إما الناس دي كانت خارقة لا سمح الله، يا إما كانوا وصلوا لطريقة بناء ذكية جدا وبسيطة جدا بس من بساطتها محدش خد باله منها. السؤال بقى، إزاي الفراعنة بنوا الأهرامات؟ وقبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول. موضوع بناء الأهرامات فيه نظريات كتير جدا، نظريات مرفوضة، نظريات مقبولة، ونظريات غريبة شوية. زي مثلا نظرية بتقول إن اللي بنى الأهرامات كانوا فضائيين رغم إن الفكرة مضحكة للبعض، إلا إن في ناس كتير مصدقاها فعلا. لكن الحقيقة الكلام ده مش منطقي خالص ومجرد فرضية من غير دليل. وفي ناس تانية كانت فاكرة إن الفراعنة كانوا عمالقة، أجسام ضخمة وطول غير طبيعي، يعني يرفع الحجر بإيده ويرميه لزميله والهرم يطلع لوحده. طبعا الكلام ده غير صحيح بالمرة. الفراعنة كانوا بشر عاديين زينا، حتى التوابيت جوه الأهرامات مقاساتها طبيعية مش ضخمة يعني ببساطة أجسامهم كانت طبيعية بس من غير كرش. القصة التقليدية اللي اتقالت لنا وإحنا صغيرين بتقول إنهم نقلوا الحجارة من جنوب مصر لحد الجيزة، 2 مليون حجر أوزانها أطنان عبر مسافات هائلة، وبعد كده عملوا ساتر ترابي حوالين الهرم وجروا الحجارة فوق بكر خشب بالحبال والعمال، وبكده اتعمل الهرم. بس لو فكرنا شوية، القصة دي مش منطقية علمياً. الساتر الترابي مش ممكن يشيل وزن 70 طن من غير ما ينهار، والبكر الخشب مستحيل يستحمل الأحمال دي. إحنا محتاجين معدن تقيل مش خشب. ولو افترضنا إنهم عملوا الساتر ده، فحجمه لازم يكون أكبر من الهرم ب10 مرات. وبعد كده إزالته بالكامل من غير أي أثر مستحيل. وعلشان كده النظرية دي بتقع لوحدها. في ناس حاولت تطور النظرية وقالت إنهم كانوا بيرشوا مية على الطريق علشان يقللوا الاحتكاك، بس ده برضو ما بيحلش المشكلة الأساسية. نيجي بقى لنقطة تانية مهمة: إزاي الحجارة متثبتة من غير أسمنت؟ قالوا زمان إنهم فرغوا الهواء بين الحجر والحجر فبقوا ملتصقين كأن في مادة لاصقة، لكن الحقيقة مفيش أي دليل على الكلام ده. تفريغ الهواء محتاج تقنيات مش موجودة في الزمن ده. وأكتر حاجة مدهشة فعلا الدقة الشديدة في تسوية الأسطح، 2 مليون حجر مستويين بدقة مذهلة. نحت الصخور بالأدوات البدائية عملية شبه مستحيلة. يعني كده كل النظريات القديمة تقريبا مش مقنعة. بس خليك معايا، ايه رأيك لو قلتلك ان الحجارة دي ما اتنحتتش اصلا وانها اتصبت في مكانها زي الخرسانة بالظبط؟ الكلام ده قالوا باحثين زي فون دانيكن وجوزيف ديفيدويتس. قالوا ان الفراعنة كانوا عارفين خلطة خاصة، خلطة بتكون صخر صناعي اقوى من الخرسانة اللي بنستخدمها دلوقتي. الخلطة كانت طين ومواد كيميائية بتتسخل، وبعد ما تجف تبقى صخر حقيقي. بالطريقة دي
مش محتاجين ننحت ولا ننقل ولا نرفع، كل حجر اتصب في قالب مكانه، وده يفسر الدقة والتماسك والثبات الغريب. والأغرب إنهم فحصوا الهرم بأجهزة حديثة، والأجهزة طلعت نتائج غير منطقية، والسبب نسبة المية جوه الصخور، نسبة مستحيل تكون في صخر طبيعي، وده دعم فرضية الصخور المصنعة. جوزيف عمل تجربة بنفسه وصنع صخور بنفس الفكرة، والنتيجة نجاح. دلوقتي الباحثين بيحاولوا يوصلوا للتركيبة الأصلية، وسر الخلطة واحد من أسرار الفراعنة اللي لسه ما اتحلتش، زي الفلك والكيمياء والتحنيط. يعني ببساطة الأهرامات اتصبت مش اتبنت، مش بالرفع ولا بالنقل، لكن بالصب في قوالب. وطبعا مش بنقول إن دي الحقيقة المطلقة، بس نقدر نقول إنها أكتر فرضية منطقية لحد دلوقتي، وممكن في المستقبل نكتشف حاجة أعقد وأدق. وفي النهاية محدش يقدر ينكر إن الفراعنة وصلوا لعلم إحنا لسه ما وصلنالوش، وده رغم كل التكنولوجيا اللي معانا. وبكده نكون جاوبنا على سؤال: إزاي الفراعنة بنوا الأهرامات؟ ولو عندك سؤال محيرك اكتبه في التعليقات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة.